يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. قالوا لي الله جنة، قلت لهم الجنة بلادي. معايا يا بلادي يا بلادي ورسالة من الداعية مصطفى حسني، أستاذ مصطفى حسني نائب رئيس مجلس إدارة حياة بلا تدخين. أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا النهارده جايين في بيتنا، خلاص تعودنا على السي سي، مش اول ولا تاني مره نكون مع حضراتكم، فاشكركم على سماحكم الدائم لينا بالتواجد في وسطكم. ودي كلمه من قلب حياتنا تدخين، احنا فعلا في بيتنا يعني. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لحضراتكم، يمكن هسيب بقيت شباب اعضاء حياه بلا تدخين يتكلموا على جمال الامل اللي حضراتكم يعني خدناه منكم لما طمنتونا على بقاء القانون واستمراره عندكم. لكن انا النهارده جاي علشان انقل من قلبي حاجه لقلوبكم. الفتنه اللي احنا عايشين فيها يا جماعه، او اللي بتحاول تخش مصر، الفتنه الطائفيه، مشكلتها هي الجهل. والجهل ده مرض لما بيصيب اي انسان بيسبب له ضلمه في كل جوانب حياته. فانا النهارده بس جاي انقل بعض المعلومات، مش عشان لما الفتنه تيجي نحاربها. مفروض شبابنا يبقى لابس درع واقي ضد الفتن. ما نستناش لما يبقى فيه كراهيه ما بين من يختلفون مع بعضهم في العقيده وبعدين نقعد نصلح الكراهيه دي. مفروض لما الفتنه تيجي تلاقينا لابسين درع واقي ما تخشش وسطنا. فانا هطلب بس من حضراتكم طلب، هطلب من حضراتكم تفتكروا كلنا اتربينا ازاي. انا نفسي اتربيت، المدارس اللي كنت فيها، العماره اللي كنت فيها، الشله اللي انا اتربيت في وسطها، وكنا ليل نهار بنخرج ونسهر مع بعض. احنا عمرنا ما فتحنا مساله انت دينك ايه. ودايما بسال نفسي، هو مين اللي اخترع الفكره دي اصلا؟ ان احنا نبقى واقفين مع بعض تفرق معايا دينك. مين اللي طلع المعلومه دي عشان احترمك او اديك حقوقك او احطك فوق دماغي او اضحك في وشك؟ مين اللي الف المعلومه الدينيه او المعلومه الاخلاقيه اللي بتقول ان الدين بيفرق عشان تاخد حقوقك مني كانسان؟ اهل العلم. وانا مش جاي النهارده امارس دوري كداعيه، انا النهارده جاي اقول معلومات انا اتعلمتها
وعايز اقولها للشباب والبنات عشان بعد ما نمشي تتحط في موقف. واحد يقول لك سواء مسلم او مسيحي، يقول لك اي معلومة فيها كراهية او فرقة ويستخدم الدين، تبقى انت متين، تبقى انت قوي. وبصوا يا شباب، انا بقولها لكم، آن الأوان نسيب السطحية اللي احنا نعرفها عن ديننا وتبقى انت نفسك جامد. حس لما حد يقول لك كلمة فيها أي معلومة تحس إن لا ربنا مش كده، لا سيدنا محمد مش كده عليه الصلاة والسلام، لا الأديان مش كده، ما تحسش بالعجز. أنت مش عاجز، تعرف ترد، أنت قوي. حتى لو كان بعضنا ممكن يكون بيحاول يقرب ومش قادر، نفسه أقوى منه فضعيف قدام حاجات كتير في الدنيا الحلوة اللي متزينة دي، بس لازم تكون قوي، على الأقل المعلومة تكون عندك. أهل العلم بيقولوا إن في حاجة اسمها الأخوة. الأخوة دي لا يشترط إن احنا نكون بينا دين واحد. واحد يقول لي بس ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، يبقى لازم نكون مؤمنين بدين واحد عشان نكون إخوة. أقول لك صح، دي مرتبة من مراتب الأخوة، ولكن بيقولوا إنه في أخوة تانية اسمها أخوة الإنسانية، وأخوة تانية اسمها أخوة الوطن. وما تنساش لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لك طب الكلام ده مذكور عشان الأخوة بتاعت الدين؟ قال لك لا، ده ربنا في القرآن قال إن في إخوات مختلفين في العقيدة. زمان كان كل قوم وكل بلد تعبد الأصنام، ربنا يبعت لهم نبي، النبي ده مؤمن بربنا، والناس التانيين القوم دول بيعبدوا الأصنام، يعني أسوأ مراحل الكفر يعني. ومع ذلك ربنا قال وإلى عاد، قوم عاد دول، بسم الله، قوم عاد دول الناس اللي جم بعد سيدنا نوح، بعد ما حصل الطوفان وكل الدنيا غرقت إلا 80 واحد، الكون عاد مع ناس، فربنا سماهم قوم عاد. نبيهم بيعبد ربنا وهم بيعبدوا الأصنام، وربنا قال احفظ، خليك متين، خليك قوي، عشان ما تقولش أنا بيكلموا بس أنا مش عايز أرد بس مش قادر، مشاعري بتقول رد بس مش عارف. وإلى عاد أخاهم هودا، سيدنا هود هو النبي. قوم ثمود نبيهم صالح بيعبدوا الأصنام وهو نبي، يعني عقيدة مختلفة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، هو أخوهم، مع إن هم بيعبدوا الأصنام وهو بيعبد ربنا. فإذا اختلفنا في العقيدة بس في بلد واحدة، أنا أخوك في الوطن. ولو اختلفنا في العقيدة وحتى مش في بلدك، أنا أخوك في الإنسانية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ينفع تقول لمراتك بحبك ولا لأ؟ مش ينفع، بس ده انت قلتها مطلعها من قلبك كده ليه؟ لازم ينفع. يعرفوا ان هو حنين، فكل البنات تقول هو ده الفارس وانت كمان في واحد بيرفع دي. ينفع تقول لمراتك بحبك ولا لا؟ ينفع، لازم. ايوه. طيب ربنا سمح المسلمين يتجوزوا مسيحيين ولا لا؟ الجواب طب انا لو اتجوزت بنت مسيحيه، لما اجي اقول لها بحبك اقول لها ايه؟ اقول لها بعزك مثلا عشان ما ينفعش احب من يخالفني في العقيده؟ اقول لها انا مبسوط مثلا وانا قاعد معاكي عشان ما اقولهاش بحبك لحسن لا يجوز من اختلفوا في العقيده يقولوا لبعض بحبك؟ لو ربنا مش عايزنا ننصهر، انت لما بتتجوز اهل مراتك اسمهم اصهارك. يعني ينصهر؟ الحديد لما بينصهر بيدوب. ربنا لو مش عايزنا ندوب في بعض في الوطن ما كانش سمح بالجواز. طب خال عيالي، يعني مراتي خلفت منها عيال، خالهم مش مسلم، اقول لي عيالي ما تحبهوش؟ فيبقى ده امر من الله بقطع الرحم، حمايه اللي مش مسلم، لان مراتي مش مسلمه وحماتي. لما اسلم عليه مشاعري تجاهه ايه؟ واحد يقول لي بس مشاعري تجاه حماتي ايه؟ اكيد برضه مشاعر حلوه طبعا. انا عارف بس عديها لي، بس عديها لي المره دي. فحمايه او حماتي مختلفين معايا في العقيده. احنا يا جماعه لو احنا مسلمين عارفين ان ديننا هو الصح، والمسيحيين عارفين ان دينهم هو الصح، ده مش موضوعنا في المعامله. مش موضوعنا ان احنا مش مؤمنين بهذه الشريعه وهم مش مؤمنين بهذه الشريعه، ده مش موضوعنا في المعامله.
مراتك مسيحيه تقول لها بحبك، بل لو فتحت كتب الفقه، معلش مش هتعمق قوي اتكلم كلام علمي، لو فتحت كتب الفقه في باب معامله الرجل المسلم لمراته المسيحيه، اهل العلم بيقولوا توديها الكنيسه وتقف بره تستناها لما تعبد ربنا بالطريقه اللي انت شايفها مش صح، وكمان هي شايفه طريقتك مش صح، استناها ولو يهوديه، اسمهم اهل الكتاب المسيحيين واليهود، توديها للمعبد وتعبد ربنا بالطريقة اللي هي انت مش راضي عنها، ولما تيجي تدعوها إلى الله، تدعوها مش عشان انت جوزها فبتأمرها، تدعوها كأنها إنسانة بتدعوها إلى الله. ربنا بيحب كده، عشان كده شرع كده سبحانه وتعالى.